روبرت ألين ستانفورد ملياردير أمريكي بدأ حياته من اللاشيء، كان مهووس بسرعة الثراء ومن هنا بدأ بالعقارات. قال بيع كام بيعة حلوة وبدأ المشوار بالفعل. بدأ بمكاتب الإيجار وبيع أراضي مهمشة وعقارات، ولحد ما جت أزمة التمانينات انهيار البنوك والمدخرات كلها. عرف وقتها إن العقارات بتتحرك بصعوبة وعليها رقابة، وهنا هو واقف قدام محورين. أول واحد إنه عايز تدفق مال سريع يقدر ياخد منه هامش ربا، وعايز حاجة مفيهاش رقابة عشان يقدر يلاقي فرصة تنمية بسرعة، لأن الضرايب والمصاريف اللي زيها من خدمات بنكية بتاكل نص الفلوس. وهنا راح لهدفه. رجال أعمال من أمريكا اللاتينية معاهم فلوس بس مش عارفين يدخلوها أمريكا، وهنا بدأ معاهم أول خطوة في الجريمة، يعمل مكان الناس تقدر تحط فيه فلوسها من غير ما يتسألوا جت منين. بس في أمريكا ده مستحيل. وهنا جت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. لقى جزيرة شبه منسية اسمها أنتيجوا بره نطاق أمريكا، بيدفع فيها رشوة بسيطة ويقدر يفتح فيها بنك خاص بيه من غير رقابة أمريكية ولا قوانين فيدرالية تحاسبه. ودي اللحظة اللي اتحولت فيها فكرته من حلم جشع لمشروع رسمي اسمه ستانفورد انترناشونال بانك. ستانفورد ما اكتفاش انه يفتح بنك، هو عارف انك لو عايز تغسل فلوس لازم تغسل معاها العقول. لازم النظام والمواطن والمستثمر يصدق انها مش فلوس قذرة. فعمل ايه؟ بنى بنك مش بس بيستقبل الفلوس، ده كان بيبيع الوهم بتغليف فاخر. ستانفورد لبس بدلة وركب طيارات خاصة وحول نفسه من رجل عقارات لرجل دولة. افتتح فروع للبنك بتاعه في لندن وسويسرا وكندا، وابتدى يدي شهادات استثمار بفايدة 3 أضعاف البنوك الأمريكية. فايدة ما فيهاش أي منطق، بس كلها جاذبية لما الناس تشوف أحلامها بتتحقق قدام عينيه. فلوس سهلة وينسوا يسألوا السؤال الأهم، الفلوس دي جت منين؟ بس كله عايز ينهش. والعبقري مش اللي يكذب على الناس، العبقري اللي يخليهم يحبوا الكذب وكأنه الحقيقة الوحيدة. فلوس كتير على هيئة فوائد بنكية 3 أضعاف الطبيعي، أكيد البنك مستثمر شاطر يعني، وهيصدقوا الكذب لو نفسهم في نتيجته. حتى اللي مش هيشارك هيتفرج لأنه بيشوف حلمه قدام عينيه. فلوس سهلة من غير أي مجهود. وهنا هتبدأ المسرحية الكبيرة. فاكر لما فتح البنك ما كانش بس فاتح حسابات لرجال الأعمال اللي في أمريكا اللاتينية، ده كان عايز يبني إمبراطورية قدام عيون الجميع. الابتسامة اللي وراها كنز من القذارة. والراجل ده ما اكتفاش بس بمكان للفلوس القذرة، ده قرر يعملها منتج فخم وبيعها للناس على إنها استثمار شرعي مضمون. وعلشان المسرحية تكمل ما ينفعش غسيل الأموال يفضل ما بين البنك ورجال المافيا في كل دولة، كان لازم ناس طبيعية تشارك. وهنا بدأ يعمل إعلانات للبنك، وبدأ يوظف سفراء وسياسيين في البنك بتاعه، وخلى الوجهة الإعلانية بتاع البنك نخبة من السياسيين. فكل عميل جديد بيحس إنه داخل مؤسسة دولية ضخمة، وفلوسه مش بس في أمان، دي محمية بالقانون والنفوذ. وهنا نقدر نقول إنه ما كانش بيغسل فلوس بس، ده كان بيغسل سمعة. وكل عميل جديد بيدخل كانت شهادة ملموسة من الجريمة القانونية. وكل ما الناس تدخل أكتر يوعدهم بزيادة الفايدة أكتر، الناس تقبض أكتر يجيبوا قرايبهم وأصحابهم. وفي عز ما الناس بتصدق، ستانفورد كان بيبني لنفسه مملكة، يشتري طيارات خاصة، يعمل نادي دولي، يتصور مع رؤساء، يتبرع بملايين للجامعات، ويتكلم في المؤتمرات على إنه رمز للنجاح النظيف. هو بنفسه كان مقتنع وبيقول أنا بحمل فلوس من فساد الحكومة. لكن الحقيقة إن البنك ما كانش فيه ولا دولار متخزن، كلها فلوس بتدخل من عملاء جديدة بتتوزع على العملاء القديمة، والمستفاد الأكبر ستانفورد. لحد هنا أنت جمعت صورة كويسة نقدر بقى نحلل يعني إيه غسيل أموال، ونرجع تاني لقصة ستانفورد وأحكي لكم هو وصل لحد فين. في ناس معاها فلوس قذرة ما ينفعش تترفه بيها في حياتها أو تشتري عقارات أو أملاك، لأن الحكومة هتقول له من أين لك هذا، فلازم يستخدم وسيط يبدأ من الصفر كقصة نجاح. زي مافيا أمريكا اللاتينية لما حبت أوي فكرة ستانفورد إن هو يفتح بنك وهيكسب الناس بشهادات استثمار، فهنا يقدروا يستخدموه اللي هو يكسبهم ويكسبوه، فيخلوه وجهة منطقية إنه يكسبهم المبالغ الضخمة دي. ومش شرط المشروع يبقى ناجح، اللي معاه فلوس يقدر يشتري النجاح المزيف وبعدها يشتري النجاح الحقيقي. ايه محتاجين زباين؟ هشتري الزباين. محتاجين مبيعات؟ هشتري من نفسي من خلال اشخاص تانية وبنسبة. محتاجين تعاطف؟ هشتري الفقراء. محتاجين شهرة؟ هشتري المشاهير. محتاج مكانة اجتماعية؟ هشتري العلاقات. لازم تفهم اللي بيغسل فلوس مش بيغسل مليون ولا 100، ده بيغسل مليارات. فهو فعلا يقدر يشتري القصة اللي هو كاتبها. نكمل قصة ستانفورد اللي كانت مثالية بشكل يخوف. وهنا هتبدأ علامات التعجب حواليه، لأن أي حاجة تزيد عن حدها تقلب ضدها. كل اللي حوالين ستانفورد كانوا شايفينه ملاك على هيئة ملياردير، راجل لبسه حلو وبيطير بطيارات خاصة وبيتبرع بملايين وبيطلع في الجرايد كرمز للنجاح والانضباط الأمريكي. بس السؤال هنا، هل المثالية الزايدة دي تطمن ولا تخوف؟ بداية الشك ما جاتش من الحكومة، دي جات من موظف بسيط في هيئة تنظيمية مالية للولايات المتحدة. لاحظ حاجة صغيرة، حاجة مش داخلة دماغه. بنك ستانفورد بيدي نسب أرباح خيالية على شهادات الإيداع، والفلوس اللي بتدخل البنك نتيجة الاستثمار ملهاش أي أوراق
رسمية أو استثمارات معلنة وما فيهاش أي رقابة من الحكومة الأمريكية، وده لأنه مستحيل في أنتجه. والموظف ده ما كدبش خبر وبدأ يبعت تقارير وتحذيرات للجهات التنظيمية، بس المشكلة كل مرة ملفه يتركن لأن ستانفورد كان ذكي جدا وكان بيتبرع بملايين للحملات الانتخابية وبيعمل علاقات مع ناس في السلطة، وكان عنده فريق قانوني بيخلي أي ورقة تتحرق قبل ما توصل للمكتب الصح، وكان عنده محامين ومستشارين وكل دورهم إن هم يخلوه بعيد عن الشبهات. وده اسمه في علم الجريمة الاقتصادية الاختباء داخل القانون، يعني تشوف القانون بيقول إيه وتجيب ناس فاهمة جدا في القانون وتمشيك خطوة خطوة على خطى القانون. لكن الحكاية ما وقفتش عند الموظف ده، جه موظف تاني وتالت وكلهم ملاحظين نفس الحاجة، إنه بيلعب أقدم لعبة نصب في التاريخ باسم نظام البونسي، إنه بياخد فلوس من ناس ويدي لناس تانية ويعيش بفرق النسبة ويرسم الهالة بتاعته إنه راجل شريف وشكرا. لكن زي أي لعبة مبنية على الخداع لازم يجي يوم وتنهار. في سنة 2009 الأزمة العالمية المالية ضربت والمستثمرين بدأوا يطالبوا بفلوسهم. ستانفورد وقتها الصندوق الفارغ انكشف والبنك اللي كان مجرد غطاء مفهوش فلوس للناس دي. ستانفورد اتقبض عليه في تكساس واتحكم عليه ب110 سنة سجن. وزي ستانفورد لحد النهاردة ناس كتير بتبتكر طرق مختلفة للثراء الغير مشروع وبينتهي على أغلبهم بالسجن. ولحد هنا بتنتهي قصتنا النهاردة. لو عجبتكم ياريت تشيروه وتشتركوا في القناة.